احنا نحب اي حد، بس ساعة الجواز ما نتجوزش غير راجل. تعالي معايا في الفيديو ده، وما تنسيش تشيري الفيديو وتعملي لايك للبيدج طبعا. يعني ايه احنا نحب اي حد وساعة الجواز ما نتجوزش غير راجل؟ ايوه دي حقيقة. احنا نحب اي حد ونعجب باي حد، بس وقت ما ابصم واجي اتجوز ما اتجوزش غير راجل. معلش، يعني ايه او تقصدي ايه؟ انتي طالعة يعني عايزة تقولي لنا ايه؟ بمعنى ابن امه ما بتجوزهوش، الراجل الكذاب بتاع الحوارات ما بتجوزهوش، الراجل المدمن ما بتجوزهوش، الراجل النسوانجي مش البصباص، اصلي تختلف، اصلي كلهم بصباصين يا حبيبتي. البصباص زيادة عن اللزوم اللي عنده استعداد يكلم ويخرج ويعمل علاقة ما بتجوزهوش. الراجل اللي مش صاحب كلمة ولا قرار ما بتجوزهوش. اجيب انا ليه واحد معلش ابقى انا وهو اخوات، ولا اجيب ليه واحد بياخد الاوردر من مامي اقعد جنب مامي. وانا قلت كذا مرة في الفيديو، لما نتجوز رجالة، ما نتجوزش ستات. اغلب المشاكل اللي جايلي في الكومنتس، اللي جايلي على الخاص، اللي جايلي على اللايف، اللي جايلي في كل حتة، يا اما كذاب، يا اما بيحور، يا اما نسوانجي، يا اما ما عندوش شخصيه، يا اما ابن ماما. فاحنا نحب اي حد، بس ساعه الجواز ما نتجوزش غير راجل ملو هدومه كده. انا بقى طالعه سر لك الجدل واجيب لك من الاخر. الراجل اللي شخصيته ضعيفه هتعيشي طول عمرك انت اللي شايله البيت وشايله المسؤوليه وبتتكلمي مكانه وبتعملي كل حاجه، انت الراجل والست، وهو ملهوش اي 30 لازمه. هتبقى حمول الدنيا كلها عليكي، وانت اللي ماسكه البيت والاطفال والحسابات والماديات، ولما تحصل مشكله انت اللي هتتكلمي، ولما تجرى اي حاجه انت اللي هتتصدري، ما انت متجوزه ابن ماما. هتعيشي طول عمرك بتاخدي الاوردرات والاوامر من مامته، اصل مامته عارفاه عيل وعارفاه ملوش شخصيه، فمن الاخر كده هي اللي هتمشيلك حياتك. فما تزعليش، يا هتغضبي يا هتطلقي. الشمام المدمن استحاله استحاله لا دلوقتي ولا بعد الجواز هيبطل. فاشتري دماغك وانا بجيب لك من الاخر. النسوانجي اللي عينه فارغه اللي بيعمل علاقات مع الستات متعدده، لا يمكن تملي عينه، ولا يمكن يبطل اللي هو بيعمله، حتى لو كنتي جامده جدا واحلى بنت في مصر. تمام. ايه تاني؟ الراجل الودني، ريحي بالك، كلمة توديه وكلمة تجيبه. لو قعد 5 دقايق على القهوة صاحبه قال له كلمتين هيجي في البيت يمشيهم. لو قعد مع مامته، مع اخته، مع مامتك، مع ستك، مع جارتك، مع اي حد، هيمشي كلام الناس لان هو ودني ومش هيصدق غير الناس ومش هيصدقك. انا جاية اختصر لك الشخصيات دي كلها. الكذاب هيفضل طول عمره بيكذب ويحور. شيروا الفيديو.